السلام عليكم. الرقاق الطري أو الرقاق الفلاحي الغني عن التعريف بكل تأكيد، واللي طعمه بيكون جميل جدا جدا جدا، واللي مهما تاكل منه ما بتشبعش. النهاردة إن شاء الله هوريكم طريقته ومن غير فرن على الطاسة، وإن شاء الله لو اتفرجت على الفيديو للآخر وطبقت كل الخطوات صح زي ما أنا عملت بالظبط إن شاء الله هيطلع معاك زي كده وأحسن كمان. وهعرفكم طريقة التسوية وهل النار بتكون عالية أو بتكون واطية، كل ده إن شاء الله هتعرفوه في الفيديو. وكالعادة لو أول مرة بتتفرج عليا أنا اسمي محمد الشواتفي، فلو عجبتك طريقتي أتمنى إنك تنورني في القناة دايما، ولو لسه مشتركتش تنزل تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وطبعا ما تنساش اللايك والشير وتتمنى لنا من قلبك الخير. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله. بس قبل ما نبدأ الطريقة كالعادة هنصلي على النبي ونقول بسم الله. أول خطوة هنعملها وهي إننا هننخل الدقيق حتى لو إحنا متأكدين إن الدقيق جديد ومفهوش أي حاجة. في طريقة النهاردة هنستخدم 4 كوبايات من الدقيق، يعني تقريبا بمقدار نص كيلو من الدقيق. وأنا بنخل الدقيق كده اكتشفت إن في حبيبات كبيرة كده تقريبا دي بتكون متكونة، أنا مش عارف، المهم أنا الدقيق بتاعي كان جديد. المهم بعد ما نخلت الكمية كلها بتاعتي من الدقيق اللي هي نص كيلو، هنشيل الدقيق ونجيب اي حاجة كده تكون واسعة اللي احنا هنعجن فيها. المهم هننزل فيها بكوبايتين من اللبن الرايب او الحليب يعني، بس يفضل اللبن الرايب بيدي طعم احسن. عليهم ربع معلقة صغيرة من الملح، معلقة كبيرة من الخل، معلقة كبيرة من السكر، ربع كوباية زيت. ونقلب المكونات كلها مع بعض كويس جدا جدا لحد ما نتأكد ان السكر والملح خلاص دابوا خالص. هنجيب الدقيق بتاعنا وننزل عليه بنص معلقة صغيرة من البيكنج باودر ونقلبه كويس، وتبدأ تنزل بالمكونات الجافة على المكونات السايلة واحدة واحدة، يعني هتنزل بالدقيق على المية بتاعتنا واحدة واحدة بالتدريج مع التقليب المستمر. وأول ما تلاقي إن المضرب خلاص ما عادش ماشي فيها هتحط المضرب على جنب وتنزل على العجينة تعجنها كويس، وده مش هيكون أقل من 10 دقايق عجن. ولو عندك عجان في البيت فده هيريحك أكتر. أهم حاجة وانت بتعجن كده ما تنساش القاعدة الأساسية بتاعتنا، وهي إن مفيش عجينة ناجحة بدون عجن كتير. بعد ما تعجنها ل10 دقايق هتحط على ايدك شوية زيت كده او على كفوف ايدك وتبدأ تدلك بيها العجينة كلها او تديها عجنة في السريع كده بحيث ان الزيت يوصل في العجينة كلها، زيت او سمنة، المهم انك تحط عليها حاجة تطريها كده. بعد ما تتأكد ان الزيت خلاص وصل في العجينة كلها هتبدأ تعمل فيها زي ما انا بعمل كده بالظبط، هتنعمها، هتلم العجينة من تحت لفوق بالطريقة دي كده بالظبط. وده هيكون شكل العجينة معانا طرية كده، بس أهم حاجة ما تكونش بتلزق زي ما انت شايف كده بالظبط. بحط فيها صوابعي، صوابعي بتعلم فيها بس ما بتلزقش خالص. وهنحطها كده وهنغطيها بأي حاجة ترتاح لمدة 10 دقايق بالظبط. بعد ال10 دقايق ما يعدوا هتجيب أي صينية عندك وهتحط فيها شوية من الدقيق وهتوزعهم كده بالتساوي مع بعض، بس ما يكونش دقيق كتير. بعد ما سيبنا العجينة ترتاح وتاخد وقتها في الراحة تقريبا بالظبط خدت من 10 ل12 دقيقة، هبدأ بقى أجيبها كده وأكورها أو أقطع منها كده وأعملها كور بالتساوي قد بعض. وزي ما عملت في العجينة كلها وأنا بكورها كده لدواير هبدأ أخدها من فوق لتحت، وده عشان خاطر تريحني وتكون ناعمة في ايدي، وده هيكون شكلها بعد ما رليتها كده بين كفوف ايدي الاتنين. ودي واحدة تانية برضو هجربها معاكم بنفس الطريقة. هخلص الكمية كلها واغطي عليها واسيبها ترتاح 10 دقايق. بعد ال10 دقايق هبدأ اجيبها كده وهرش شوية دقيق على المكان اللي انا هبطط فيه، وهاخد كل واحدة لوحدها كده وهبدأ ابطط فيها. وبعد كده هنزل عليها بالنشابة وافردها كويس على شكل دائري كده. ويفضل كده ان سمكها يكون قد دي كده، يعني يكون متوسط، انا مش عايزه لا هو رفيع قوي ولا هو تخين قوي. بعد ما خلصت اول واحدة هركنها على جنب كده وهغطي عليها، وهكرر اللي انا عملته في الاولى في الكمية كلها. هنزل بشوية من الدقيق الاول وبعد كده هنزل بالعجينة بتاعتي وهبدأ ابططها من كل الجناب على شكل دائري. واول ما تتبط معايا، انا قبل كده كنت بستخدم النشابة بس انا خدوها مني بقى،
البتاعة اللي في ايدي دي انا مش عارف هي اسمها ايه، تقريبا هي اسمها فريرة او اسمها بطاطا، المهم مش موضوعنا. البتاعة اللي في ايدي دي جامدة جدا في حوار الرقاق ده، او في حوار انك تعمل اي حاجة على شكل دايرة. ما خدتش مني وقت وساعدتني جدا، وانجزت معايا الكمية خالص، يمكن قد النشابة مرتين، ما خدتش معايا اي وقت. وانا بالنسبة لي فاستخدامها في الرقاق كان احسن بمراحل من النشاب. فانتوا لو هتستخدموا من البداية فانتوا يا ريت تبقوا تستخدموا الفريرة دي. المهم بعد كده هتجيب اي طاسة عندك وتحطها على نار عالية جدا لحد ما تسخن. واول ما الطاسة تسخن كويس هتهدي النار عليها، وتخلي النار ما بين المتوسطة وما بين الواطي. بعد كده هتحط الرقاقة في الطاسة وهتبدأ تقلبها اول ما تحمر، او اول ما تحس ان هي بدأت خلاص تتنفخ. او لو عاوز توفر على نفسك كل ده، هي بتاخد على الوش ده 25 ثانية، وعلى الوش التاني 20 ثانية بالظبط. وما تخليش العيش على النار اكتر من كده عشان خاطر ما ينشفش معاك. وعايزك تبص بس العيش كان ازاي بيتنفخ، وتحس ان هو فعلا معمول في فرن. وطول ما الرغيف بيتنفخ معاك كده يا صاحبي ما تقلقش، انت كده في السليم. المهم انت هتبططه كده عشان خاطر يستوي كله، وهتقلبه على الجنبين، واول ما يستوي وتحس ان هو خلاص كده بقى تمام وحمر هتشيله. بعد ربع فطيرة هتحس ان الطاسة اتحرقت. الطاسة ما اتحرقتش، ده بواقي دقيق بيتحرق عادي، مفيش مشكلة. هتشوف اي قماشة نظيفة وتبدأ تشيل اي حاجة سودة موجودة في الطاسة، وتكمل باقي الكمية عادي جدا. واوعى تمسح الطاسة بزيت او بأي حاجة، من غير زيت ومن غير اي حاجة. هتخلص الكمية كلها على كده، وبألف هنا وشفا على قلبك يا حبيب قلبي. وده كان شكل الرقاق البلدي بتاعنا بعد ما خلصت تقريبا ب10 دقايق. وقلت اسيبه ال10 دقايق ليه؟ عشان خاطر اشوفه هل هينشف ولا لأ. هو شكله بيتكلم عن نفسه، قسما بالله كان جميل جدا جدا. وبعد الفيديو ده انا واثق انكم هتجربوه وهيعجبكم جدا جدا، وهتعتمدوه في ليالي السحور كلها. لانه تقريبا وباختصار كده بيكون لذيذ وجميل جدا مع اي حاجة ممكن تتاكل. ومن كتر ما هو كان فعلا طري في ايدي كده، فانا جربت احطه كده بين ايديا واضغط عليه. واعتقد ان شكله بيتكلم، والله مش كلام يعني، فعلا كان جميل جدا وكان طعمه حكاية. المهم قلت انا لازم ادوقه ولازم اجرب طعمه مع اي اكلة كده او مع اي حاجة. وما كانش فيه قدامي غير المربى اللي انا عاملها. فلو عايزين طريقتها ان شاء الله انا هسيبها لكم في صندوق الوصف مع المكونات بتاعت الفيديو ده، او في نهاية الفيديو. المهم ان الرقاق ده كان مع المربى مع حتة قشطة بلدي كده، حرفيا كان في حتة تسعة. فجربوه وبقولوا لي رأيكم ايه. وبس، ودي كانت نهاية الفيديو بتاعنا، واتمنى اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.